بعد عملية الفلاشه التالتة لزيت الفتيس قررنا إن إحنا نغيّر تاني فلتر الكولر اللي هو الفلتر الحشو، ووريتكم مكانه قبل كده. لازم بتفك له العجلة اللي جنب السواق، تمام، وأي حد يقول لك غير كده يبقى مش فاهم، تمام. الفلتر ده بيبقى راكب من الجنب قبل الكولر بتاع الفتيس اللي هو المبرد، وده المسؤول عن دورة سريان الزيت علشان يحصل له تبريد. بيتفك بمسمار 10 زي ما أنتم شايفين، وهو عبارة عن غطا ألمونيا بتلفه بعد كده شمال علشان يفك معاك. بعد ما تفك المسمار ال10 بتلفه شمال عشان يفك معاك، وهوريكم حتى حالة الفلتر اللي طالعة مقارنة بالفلتر اللي كان مع أول تغييرة زيت. هتلاقي في فرق في الرايش ونسبة النقاء بتاعة الفلتر. بصوا ادي الفلتر اهو، واخد اللون الأخضر شوية بتاع الزيت، غير الفلتر اللي كنا مطلعينه مع أول تغييرة زيت كان أسود كله، تمام. فاحنا هنا إيه، هن هننضف بس الغطا الألمونيا ونطلع الفلتر اهو الجديد، تمام. فلتر نيسان الأصلي، فلتر أوريجينال، تمام. المرة دي احنا جايبين الفلتر الأوريجينال، وده اللي هنركبه ونمشي بيه بقى ايه 50,000 كيلو، تمام. ركبناه اهو. طبعا خد بالك ان الاويل سيل بتاع الفلتر القديم لسه موجود، فمينفعش نركب ده عليه والا ممكن يحصل تسريب زيت، فهنشيل الاويل سيل القديم لان الفلتر الجديد جاي بالاويل سيل بتاعه، تمام. ونتاكد ان الغطا الالومنيا الاورنج بتاعه راكب فيه، تمام. هنركب الغطا الالومنيا اهو ونلفه يمين عشان يبات كويس، تمام. بعد ما ركبنا الفلتر الجديد، تمام. وبعد كده قرّط على نركب المسمار ال10 ونقرّط عليه تقريط معقول، تمام. كده يبقى إيه job is done. أهم حاجة زي ما قُلت لك oil seal بتاع الفلتر يكون راكب، والأورنج بتاع الغطا الألمونيا يكون راكب عشان ما يحصلش تسريب زيت، تمام. وادي الفلتر هو معبّي رش بس بسيط، غير الفلتر. بصوا الفلتر اللي إحنا مطلعينه أول مرّة والفلتر اللي إحنا لسه مطلعينه دلوقتي بعد تالت مرّة تغيير زيت، في فرق طبعًا كبير جدًا. الأولاني أسود ومعبّي رايش، التاني نقي شوية، تمام. التاني نقي شوية ومعبّي رايش على خفيف، وواخد اللون الأخضر بتاع زيت الفتيس. ده يدل على إن الاستراتيجية اللي إحنا متّبعينها ابتدت إيه، تنضّف الفتيس كلّه بالكامل، لإن إحنا بنغيّر تغيير جزئي وبنعمل flush جزئي كل مرّة للزيت بتاع الفتيس، تمام.